ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده السويس رول بتاع الفانيليا. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه، طريقه احترافيه يعني. احسن من احسن محل بجد، هتجربيه وان شاء الله باذن الله يعجبك. زي ما انت شايفه هنعمله بحشوه مربى الحليب بطريقه سهله جدا. وزي ما بقولك انت من جماله هتبطلي تشتريه من بره تاني. يلا بينا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف هنحتاج ايه بالوصفه بتاعتنا. وصفتنا النهارده عباره عن مكونات بسيطة جدا. معانا دقيق متعدد الاستخدامات، دي عبارة عن 90 جرام بس لازم يكون منخول كويس. معانا كمان 62 ملي من المية الساقعة، ومعانا 40 جرام من النشا، ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وكمان معايا فانيليا، ومعايا سكر 135 جرام، ومعايا معلقة صغيرة جدا من المحسن الجل، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وصفتنا النهارده لازم تستخدمي لها يا العجان يا اما المضرب الكهربائي. ما ينفعش الاسبونج يتضرب بمضرب يدوي خالص او خلاط. فاحنا هنستخدم ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك انا عندي هستخدم العجان، انت تقدري تستخدمي المضرب الكهربائي. هنزل بقى بالمكونات بتاعتي كلها على بعض. مش شرط الترتيب، عادي كل المكونات هتنزل على بعض، البيض والنشا والدقيق والفانيليا والمحسن والميه، كل المكونات. وهنبدا نضرب مع بعض. ضرب لو هتضربي بالمضرب الكهربائي يبقى لمدة 10 دقايق، لو هتضربي بالعجان هتبقى 7 دقايق تقريبا. طبعا انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وعندي صاج 30 في 40 ومبطناه بورقه زبده على قد الصاج. وهنزل بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين بعد ما افتح لونه وكمان ارتفع حجمه وتضاعف. دخلته بقى الفرن وخد تقريبا حوالي 12 دقيقه مش اكتر من كده. هبدا بقى وهو سخن هحط ورقه على الوش بتاعه. تمام، وهقلب الصاج بتاعي واشيل الورقه اللي من تحت، بس اسلكها كده مش هشيلها علشان انا هلف بيها السويس رول بعد كده. هسلك بمنتهى السهوله خالص بالراحه. زي ما قلت لك احنا بنتعامل مع السويس رول وهو سخن. تمام. هحطه بقى كده واقلب تاني على الوش بتاعه علشان اشيل الورقه اللي انا حطيتها النضيفه دي، بتشيل اي حاجه من الزفاره اللي هي وش السويس رول. هحط ورقه نضيفه بقى كده، وهجيب فوطه نضيفه وهبدا الف السويس رول بتاعي قبل ما يبرد علشان اركنه بقى على جنب لحد لما اجهز الحشوه بتاعته. زي ما انتم شايفين اهو هلفه بالراحه خالص بمنتهى السهوله. والورقه اللي فوق معايا والورقه اللي تحت وما تقلقيش خالص، ما فيش اي مشكله من الورق بتاع الزبده اللي معايا ده كده. هنلفه زي ما انتم شايفين اهو كده بالطريقه دي. وزي ما انتم شايفين لفه سهل جدا. هركنه بقى زي ما قلت لك على جنب، وهبدا اجهز كريمه الحشو بتاعتي. يلا بينا ندخل بقى ونشوف الكريمه بتاعتي هنحتاج فيها ايه. الكريمه هنا هنحط بقى طبعا عندي ميه ساقعه متلجه وعندي سكر. وهنزل لكم برده بمقادير الكريمه هكتبها لكم. تمام. وهحط بقى الميه والسكر اضربهم يعني ضرب خفيف كده، السكر يدوب 50%. وهنزل بعد كده بالكريم. وبعتذر طبعا عشان الكريم شانتيه هنا بيتضاعف او بيتطاير الحجم بتاعه. ضربت بقى الكريمه بتاعتي وجبت السويس رول بتاعي كده ورحت فشلت ورقه الزبده، وابدا افرد طبقه حلوه جدا بقى كده من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بشتغل بالراحه خالص، بس انا مسرعه لكم الفيديو، فعادي جدا احنا نشتغل. انا شغاله عادي جدا وبالراحه وبراحتي جدا، بس الفيديو سريع. هحط بقى زي ما انتم شايفين كده طبقه اغطي كل السويس رول بالطريقه دي من الكريم بتاعتي اللي انا ضربها، اللي هي عباره عن كريم شانتيه خام وكريم باستري. وكمان حطيت معلقتين من الجناش الاقتصادي. جبت بقى كده شويه مربى حليب او توفي. تمام. هبدا احط بقى خط عريض كده حلو علشان خاطر احشي بيه الكريمه تبقى في قلب الحشو كده، بتدي طعم حلو جدا بالشكل ده كده. مفيش اي مشكله. وهبدا الف بقى، اخد الورقه بالراحه كده والف معايا السويس رول بالطريقه دي كده. يعني ما اضغطش خالص، يعني حاجات خفيفة جدا. خلاص انا خلصته كده. هبدأ بقى اعدله، وهبدأ اجيب ورقة الزبدة بتاعتي واجيب اي حاجة بقى اضغط بيها عشان اقدر الف السويس رول واديله بقى كده زي ما بيقولوا الكتمة بتاعته علشان خاطر يبقى حلو كده. باي بقى ورقة نتيجة ممكن، باي عندك لوح كده. حطيته بقى في التلاجة، لفيته كده بالشكل ده. احطه في التلاجة لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة بقى طلعت السويس رول بتاعي بالطريقة دي. طبعا هو حطبة، احنا كمان في الشتاء، فطالع معايا جامد جدا. فهشتغل بقى فيه وهو جامد. ده بيسهل جدا زي انتوا شايفين كده اهو، بيتحرك معايا عادي قوي. هجيب بقى الكريمة بتاعتي الباقية، هضربها طبعا ضرب حلو جدا علشان اقدر اشتغل بيها تاني. وهبدأ انزل احط على سطح السويس رول بتاعي كده طبق حلوة من الكريمة
تقدري تستخدمي سباتشولا، تقدري تستخدمي اي حاجه متاحه بالنسبه لك ان انت بس توزعي الكريمه، وبعد كده احنا هنستخدم السكرابر بتاعنا بالشكل ده كده. نوزع كميه كريمه حلوه كده على وش السويس رول بالطريقه دي. تمام كده. عندي بقى تقدري تستخدمي ورق الفاكيوم، بيدي نتيجة حلوة قوي. يعني ورقة فاكيوم كده حلوة، بتقطعيها مربعة كده مثلا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وهبلها بقى كده بالراحة، وهبدأ اسحب الكريمة بتاعتي علشان تكون متساوية. شايفين بجد تحفة جدا. طبعا مفيش كلنا بنستخدم ورق الفاكيوم عشان نحط فيه حوالين التورته، فاكيد هيبقى متوفر عندك. بالشكل كده بمسح وبغطس الورقه تاني في ميه سخنه كده. سويت الكريمه بتاعتي بالشكل ده. عندي بقى جناش اقتصادي فانيليا. تمام، ان شاء الله هنزلك بالمقادير بتاعته في قلب صندوق الوصف. وكمان ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الحلقه بتاعته قريب. وسبق وعملت برضو معاكم جناش اقتصادي ابيض قبل كده، برضه هسيب لك لينك الحلقه بتاعته. تمام. هبدا اوزع بالشكل ده كده الجناش بتاعي، واغطي سطح السويس رول بتاعي بالراحه كده لحد لما يتغطى كل السويس رول بطبقه حلوه من الجناش الابيض بتاعي زي ما انتم شايفين كده. الجناش بتاعي بدرجه حراره المطبخ يعني، والسويس رول بتاعي ساقع جدا، فطبعا هينزل عليه على طول. بس كده انا هظبط بقى الدنيا بتاعتي. وزي ما شايفين لو في اي حاجة عادي بغطيها بس بسرعة قبل ما يشد على السويس رول بتاعي، عشان السطح بتاعي يبقى متساوي بالشكل ده. خلاص نقلته من على الشبكة وحطيته على السواق تاني. عندي بقى زي ما انتم شايفين برضو مربة الحليب، هعمل منها بقى خطوط كده رايح جاي على وش الكريمه البيضاء، بتدي طعم حلو جدا جدا. عايزه اقول لك بجد الكريم شانتيه اللي محطوط في السويس رول، ملفوف بيه السويس رول ومتغطي بيه مع مربى الحليب اللي جوه، كمان مع الجناش الابيض عليهم بقى خطوط اللي انتوا شايفينها من التوفي. تحفه وبجد الطعم رهيب جدا. ان شاء الله باذن الله تجربيه ويعجبك، ومستنى طبعا رايكم في الكومنتات. كده تمام كده. انا بقى حبيت ادي بقى خطوط محترمه كده بقى، وبجد بيخلي طعمه حته تانية خالص. خلصت بقى الخطوط بتاعتي كده، وطبعا جنبي بقى شفشق فيه ميه سخنه جدا. وكمان عندي الترانش بتاعي المشرشر او سكينه حاده، انا بستخدم في تقطيع بحب استخدم الترانش المشرشر. هشيل بقى الحروف من الناحيه دي زي ما انتم شايفين شكله روعه، واشيل الحرف من الناحيه التانية، وابدا اقسم السويس رول بتاعي القطع علشان ابدا ارصه واقدمه ان شاء الله باذن الله. لو انتي طبعا عامله مشروع وكده تقدري تعمليه وتحطيه بقى في الكوبات الخاصه بتاعته، او الورق التغليف بتاعه، او تحطيه على اي حاجه خاصه بالجاتو. بجد تحفه. طلع لي بالظبط حوالي 9 قطع من الجاتو او السويس رول، وشايفين الحجم بتاعه حلو جدا. تقدري بقى تستخدمي الورق بتاع الكب كيك وتحطي فيه قطعة الجاتو بتاعتك. لو متاح عندك، مش متاح تقدري تستخدمي القواعد بتاعة الجاتو. انا استخدمت قواعد مدورة كده، في قواعد بتبقى طويلة على قد حتة الجاتو، زي المتاح عندك تقدري تستخدمي. وده حلقتي ليكم النهارده، الجاتو السويس رول الفانيلا بطريقة سهلة جدا جدا. بجد طعمه تحفة. اتمنى يا رب تجربوه واستنى رأيكم. لو عجبك بقى الفيديو وعجبتك الوصفة، ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، واستنوني في حلقات تانية كتير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.